لما حاجه كبيره بتضيع منك فتقعد طول عمرك تحاول تعوضها، تحقق انجازات، تدخل معارك، تمشي خطوه ورا خطوه، مش عشان المجد لكن عشان في وجع جواك مش سايبك. ده بالظبط اللي حصل مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. في ذنب كده مش بتنساه حتى لو حياتك كلها طاعات وجهاد، لحظه واحده بس لو ضاعت منك تخليك تعيش بقى حياتك بتجري مش للامام لكن عشان تعوض. المثنى بن حارثة كان شايل الوجع ده في قلبه طول عمره. قبل ما ندخل قصته خلينا نرجع بالزمن شويه. في الجاهليه العالم كان مقسم بين امبراطوريتين كبار، الفرس والروم، كانوا بيحكموا نص العالم، والعرب كانوا شايفينهم انهم وحوش مستحيل تتغلب، خصوصا القبائل اللي كانت على حدودهم. لكن حصلت حاجه غيرت التاريخ. قبائل من ديار بكر ومن ضمنهم بني شيبان، ركز في الاسم ده كويس، دخلوا حرب مباشره مع الفرس. ومش كده وبس، ده تحالفوا مع ألد اعداء ليهم بنو تميم رغم الخلافات القديمه اللي بينهم. العدو المشترك وحدهم. المعركه دي اسمها ذي قار، وحصلت وقت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اهميه ذي قار مش بس في النصر لكن في الرساله. العرب يقدروا يهزموا الفرس والوحده بينهم مش مستحيله. نروح بقى للسنه العاشره من البعثه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدور على قبيله تحميه وتنصره علشان يقدر يبلغ الرساله، فكان بيعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا ابو بكر، فشاف جماعه من الناس قالوا مين دول؟ قالوا دول بني شيبان. فسيدنا ابو بكر كان عالم انساب، فقال للرسول عليه السلام هؤلاء قوم اشداء، دول اللي هزموا الفرس قبل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ليهم، وكان 3 من القاده بتوعهم كانوا قاعدين، مفروق بن عمرو وده كان القائد بتاعهم، وهانئ بن قبيصه وده كان الزعيم الروحي، والثالث كان مين؟ ايوه هو المثنى بن حارثة بطل بني شيبان. النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاهم فسألوا مفروق إلى ما تدعو؟ فقال الرسول عليه السلام أدعو إلى عبادة الله وحده وطاعته، وأن تمنعوني وتنصروني حتى أبلغ رسالة ربي. فقال له مفروق وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلا قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فسألوا مفروق وإلى ما تدعو أيضا؟ فتلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمفروق لما سمع الكلام ده انبهر وقال ده مش كلام بشر نهائي، وبص لهانئ وقال له إيه رأيك في الكلام ده؟ فهانئ قال له بص هو الكلام حلو وكل حاجه، بس احنا عشان نديك رد واحنا قاعدين كده من غير ما نرجع لقومنا ونستشيرهم ده حاجه صعبه جدا، فانتظر ننظر وتنظر، يعني استنى نشوف نفسنا وتشوف نفسك. وده كلام موزون طبيعي ان هم قاعدين في مكه مع قريش ومش محتاجين ان هم يعملوا مناوشات معاهم. لكن جه الرد الاخير اللي قفل الباب، رد المثنى وقال ان احنا بين العرب والفرس، واللي انت جيت بيه ده بتكرهه الملوك، وفي عهد بيننا وبين كسرى ان احنا ما نعملش اي حاجه الا لما نرجع له تاني، ولو كان على العرب احنا نقدر عليهم كلهم مهما كان، لكن الفرس صعب قوي. فالنبي خرج من عندهم من غير نعم ولا لا، لكن كان باين ان الموضوع صعب، وهم بعد ما رجعوا لديارهم تاني ما رجعوش للنبي. وهنا تبدا عقده المثنى لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينه وقوي الاسلام وظهرت دوله المسلمين. المثنى زعل من نفسه زعل عمره وقال يا ريتني كنت مع رسول الله، يا ريتني كنت من الانصار. اللحظه دي فضلت وجع جواه طول عمره، حاجه بيحاول يعوضها باي شكل. بعد فتح مكه جاءت الوفود من الجزيره العربيه كلها علشان تسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان من ضمنهم بنو شيبان وعلى راسهم المثنى بن حارثة. لكن ما لحقوش يفرحوا كتير لان النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بفتره قصيره. وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت حركه الرده في الجزيره العربيه، ارتدت قبائل كتير، لكن بني شيبان ربنا حماهم بعد ربنا سبحانه وتعالى كان بسبب المثنى بن حارثة. مش بس ثبتهم على الاسلام، لا ده حارب بيهم المرتدين اللي كانوا في العراق من غير اوامر من المدينه ولا حتى من غير ما حد يكلفه. ولما المرتدين استعانوا بالفرس المثنى بن حارثة ما سكتش، لا وحارب الفرس نفسهم وسيطر وفتح اراضي وقضى على الرده في منطقته، لدرجه ان اخباره لما وصلت المدينه سيدنا ابو بكر قال من هذا الذي تاتينا اخباره ولا نعرفه؟ قالوا له انه المثنى بن حارثة الشيباني. كان عدد المقاتلين اللي معاه في الوقت ده قد ايه؟ كانوا 8000 مقاتل. وراح سيدنا المثنى بن حارثة لسيدنا ابو بكر الصديق في المدينه وقال له امرنا على المناطق اللي انا فتحتها، وكمان اديني مدد علشان خاطر نكمل فتوحات في بلاد الفرس. شفتوا الطاقه بتاعته كانت عامله ازاي؟ وفعلا سيدنا ابو بكر بعت ليه مدد وكمل حربه في بلاد الفرس لحد سيدنا ابو بكر الصديق قال لسيدنا خالد بن الوليد لما تخلص من مسيلمه الكذاب اطلع على المثنى وانت هتكون امر على كل الجيوش في العراق. وفعلا بعد ما خلص سيدنا خالد بن الوليد على مسيلمه الكذاب اتجه للحيره في جيش المسلمين كاملا، وسيدنا خالد بقى القائد العام. تنازل سيدنا المثنى عن القياده لسيدنا خالد. شفت التيارد كان عامل ازاي؟ هو عمره ما كان طالب جاه ولا سلطه، كان عايز يخدم الاسلام باي شكل. وحاربوا الفرس مع بعض حروب ضاريه وانتصروا في معارك كتير وسيطروا على اراضي كتير، لحد ما جه امر سيدنا ابو بكر الصديق لسيدنا خالد بن الوليد وقال له خد نص الجيش اللي معاك واطلع على جبهه الروم علشان كانت متازمه جدا والروم هناك كانوا كتير جدا. وفعلا سيدنا خالد خد 9000 مقاتل من اللي كانوا معاه وذهب بيهم الى جبهه الروم.
سيدنا المثنى شاف ان 9000 اللي معاه دول مش قادرين يكملوا الفتوحات، يا دوب بالعافيه يقدروا يحافظوا على المناطق اللي فتحوها واللي سيطروا عليها، فرجع تاني للمدينه عشان يطلب المدد. بس ساعتها لقى سيدنا ابو بكر الصديق توفي وبقى الخليفه سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر حس الناس عن التطوع للجهاد ضد الفرس، لكن الناس تباطئت، ما هو خالد مش موجود والحماس قليل. فقال سيدنا عمر ان اول واحد هيتطوع في الجيش ده هو هيكون القائد العام. فتطوع سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي، وكان راجل شجاع جدا، لكن ما كانش خبير في الحرب زي سيدنا خالد وسيدنا المثنى. طب والمثنى عمل ايه؟ تنازل عن القياده للمره الثانيه، ودخلوا في معارك بسيطه ضد الفرس انتصر فيها المسلمين لحد ما جات معركه الجسر. المعركة دي كانت على ضفتي نهر وبينهم جسر، فعلشان الحرب تقوم لازم جيش يعدي للجيش الثاني البر الثاني. فالفرس قالوا للمسلمين تعدوا ولا احنا نعدي؟ فكان رأي سيدنا المثنى ان هم ما يعدوش عشان خاطر لو انهزموا يقدروا ينسحبوا بسهولة وما ينحصروش في المكان اللي هم فيه. لكن سيدنا ابو عبيده كان رأيه ان احنا اللي نعدي لهم علشان ما يبانش ان احنا جبنة او خايفين منهم. وفعلا عبر المسلمين النهر للفرس وبدأت المعركة. طبعا مش محتاج اقول لك ان المعركة كانت غير متكافئة تماما. الفرس كان جيشهم جرار، عدد كبير جدا، وكان معاهم فيلة. الفيلة ديت فوقيها واحد عمال بيوجهها، وكانت بتعمل مقتله في المسلمين، وكان المسلمين مش متعودين على قتال الفيله. فاللي حصل ان المسلمين انهزموا هزيمه ساحقه، وسيدنا ابو عبيده ظنا منه علشان خاطر يلهم شجاعه المسلمين قطع الجسر عشان ما حدش يعدي الضفه الثانيه. فانحصر المسلمين بزياده حصار شديد جدا لدرجه ان تلت الجيش أبيد. وبعد كده استشهد سيدنا ابو عبيد، فتولى القياده سيدنا المثنى بن حارثه اللي اصلح الجسر. وبعد كده عبر المسلمين على الجسر تاني لحد الضفه الثانيه، وجه سيدنا المثنى قطع الجسر من الناحيه الثانيه علشان الفرس ما يعدوش ليهم. طبعا مش محتاج اقول لك ان المعركه دي هي اول معركه ينهزم فيها المسلمين بعد غزوه احد، فوقعها كان صعب جدا على المسلمين. وطبعا الفرس انتشروا وفرحوا جدا، فكان لازم المثنى يعمل اي حاجه علشان خاطر يرفع الروح المعنويه للمسلمين. شفتوا الراجل ده ما كانش بيون ازاي، وكانت قوته عامله ازاي، وايمانه كان عامل ازاي. فراح هو واخوه بالليل لمعسكر الفرس وخد كام جندي منهم ورجع بيهم تاني لمعسكر المسلمين. فالمسلمين الروح المعنويه بتاعتهم ردت شويه، وما فاتش كام يوم الا ودخل تاني في معركه مع الفرس، هي معركه البويب اللي كانت في رمضان سنه 13 هجريه، وانتصر فيها المسلمين على الفرس. لكن سيدنا المثنى اصيب بجروح بالغه في الحرب دي، حتى ان هو بعد المعركه قال لزوجته سلمى ان ربك ضن علي بالشهاده. شفتم رغم القوه بتاعته والجساره بتاعته، لكن برضه كان بيدور على الشهاده، برضه كان نفسه يستشهد في سبيل الله. شفت الراجل اللي ما كانش طالب حاجه من الدنيا غير الجنه ومرافقه الرسول عليه الصلاه والسلام، بس الاصابه كانت سايده عليه جامد. والوقت ده كان سيدنا عمر بن الخطاب بعد مدد جديد للمسلمين بقياده سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي قابل سيدنا المثنى. ساعتها سيدنا المثنى اتنازل المره الثالثه للقياده لسيدنا سعد بن ابي وقاص. مش كده وبس، ده قعد يقول له كل الخطط وكل المعلومات اللي يعرفها عن الفرس. لا، وحاجه ثانيه كبيره كمان، قال له لو مت تزوج سلمى زوجتي علشان خاطر تساعدك في الحرب. شفت الراجل متجرد تماما من كل حاجه، عايز ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى بس. وفعلا استشهد المثنى وتزوج سيدنا سعد بن ابي وقاص من سلمى زوجة سيدنا المثنى بعد انتهاء عدتها. سلمى ديت اللي كان ليها دور كبير جدا في معركة القادسية بعد كده، والالهام من سيدنا سعد بخطط كتيرة وإيمان كبير وعزيمة وإصرار. ودي حاجة مش مستغربة، دي كانت زوجة المثنى بن حارثة. رحم الله المثنى بن حارثة، الراجل اللي قضى عمره كله يحاول يعوض الحاجة الحلوة اللي ضاعت منه، فعمل إنجازات أثرها باين لحد دلوقتي. كان بيحاول يعوض فرصة فاتته، فعمل أعظم إنجاز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا كده خلصت، سلام عليكم.